من ألذ الحلويات اللي كتعجبني اليوم غنعدلو مع بعضياتنا فقاس لذيذ ومقرمش لعشاق الفقاس مع كزة القهوة. نتمنى من الله ان الفيديو ينال استحسانكم واعجابكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك بلي كومونتير وبارطاجي مع الشباب باش تهم فائدة وجبة ممتعة. بالنسبة للفقاس ديالنا غادي نحتاجو الجنجلان والنافع وحبة حلاوة واللويزات اللي جميع المقادير كنحمروهم في المقيله. كنحتاجو القليل من الملح والخميره 14 غرام، يعني جوج الخنيشات صغارين خميره الحلوى، والقليل من سكر لافاني. بالنسبه لمقادير طاسه ديال البيضات نفس المقدار، نفس الطاسه غادي نعملو القياس، يعني ودا عملنا طاسه البيضات بهذا الحجم هذا فنفس الحجم غنقيو الزيت والسكر. هذا الفقاس هذا كيجي مقرمل، ما تشبعوش منه كثير في هذا الوقت هذا مع شي كويس القهوه. يا سلام. نتوكلوا على الله ونبداو نلويو المقادير ديالنا. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو بالنواشف هما الاولين، الزنجلان اللي حمرناه، النافع او حب اليانسون، حبة حلاوة. هذا الفقاس كيجي صحي ما تشبعوش منه. كنضيفو كذلك اللويزات، يعني كمية بسيطة ولكن كيجي لنا واحد المقدار ما شاء الله. كنضيفو البيض ديالنا، كنضيفو الزيت، غنضيفو ديك الرشه ديال المليحه وسكر لافاني. بالنسبه للخميره ديال الحلويات كنضيفوها حتى نضيفو الدقيق. غنمزجو الخليط ديالنا مع بعضو. بسم الله. خلطنا الخليط مع بعضيتو، غنبقاو نضيفو الدقيق تدريجيا حتى تجمع لنا العجنه ديالنا. والدقيق طبعا خصو يكون مغربل اي منخول. ملي كنعدلو الدقيق المرحله الاولى عاد كنزيدو الخميره ديالنا 14 غرام خميره الحلوى. كيف ما كتلاحظوا اخوتي كنبقى نضيفوا الدقيق ديالنا تدريجيا. ملي كنشوفوها بدات كترجع لنا بحال العجنه كتجمع معنا كنوقفوا يدنا، حيت هاد الفقاس ما خصوش يجي مدقص، يعني ما تعملولوش بزاف د الطحين. نجمع الخليط ديالي وانا معكم. هذه هي العجنه اللي تحصلنا عليها بعد ما ضفنا لها الدقيق. كيف ما كتلاحظوا كتلصق في اليد ولكن شابره راسها. غادي نستعن بهديه وغادي نحاول ننزلها في سطح العمل باش تجيني سهله الخدمه. نزله في سطح العمل بحال اللي كتلاحظوا باش تجيني سهله الخدمه. هذا هو العجين اللي تحصلنا عليه. غننزلوه في سطح العمل كيجي كيلصق معنا. اذا كان بهذا القوام هذا يدل على انه غيجي مقرمل، وكذلك كيجي ما شاء الله كيخرج كميه وفيره هذا الفقاس هذا وكيجي غزال.
بحال اللي لاحظتوا غادي نحاول نشكله فوق سطح العمل. اذا حتى كان كيلصق عملوا يفيدكم شويه د الزيت ماشي مشكل. غنقطعوه قطع متساويه باش نخرجوا الحلبو الغليظ اللي غادي نشكلوه بهذه الطريقه. صافي كنشكلوا الحلبول ديالنا في هذا الحجم هذا. صافي كنشكلوه بحال اللي قلت لكم. ديو عينكم كيف كتكون شبره في راسها، واخا في البدايه كتكون عندنا العجينه كتلصق. كنشكلوا الحلبول ديالنا بحال هيدا. بسم الله. كنزلوه في الطاوه اللي غادي ندخلوها من الفرن. كذلك غادي ندهنوا لها الوجه ديالها. عندي هنايا الحليب ومعلقه ديال الحليب وبيضه. اذا عندكم قهوه سريعه الذوبان ممكن تضيفوها كتزيد اللون. صافي كنبقاو نعدلوا لها كيف ما كتلاحظوا، ندهنوا لها الوجيهه ديالها باش تعطينا اللون. بحال قلت لكم بيضه وقليل من الحليب. ممكن نضيفوا لها نسكافيه باش تعطي لها اللون. في هذه الساعه ما عنديش متوفر، ولكن الحليب حتى هو غيعطي له واحد اللون ان شاء الله مع البيض. كندخلوها من الفرن اللي مسخن مسبقا، كنخليوها طيب ونرجع معكم مورا ما طيب ان شاء الله. كيف ما كتلاحظوا هذا هو الفقاس ديالنا بعد ما شكلناه ودهناه بالبيض وقليل من الحليب باش يعطي اللون. غندخلوه نفرن. درجه الحراره ما كتراوحش بين 180 حتى 200 درجه، وكنسخنوه مسبقا. وبالنسبه للكحك ديالنا يعني هذا الفقاس ممكن اننا نفتحوا عليه ونشوفوه اذا طاب ولا تحمر ونطفيو عليه ونخرجوه ان شاء الله. هذا هو الفقاس بعد ما تحمرنا طيبناه نص طياب. دابا حاليا بعد ما برد غناخذوه وغادي نحاولوا نقطعوه بالسكين اللي هو تكون ماضيه. بهذه الطريقه هذه مره واحده كنقطعوه باش ما كيعملناش الكسور وما يتفتتش معنا. بحال اللي كتلاحظوا. وغادي نعدلوه في الصينيه باش يتحمر لنا من 2 جوايع. نكمل التقطيع ديالي مع الفقاس ديالنا ونرجع معكم. كيف ما كتلاحظوا خوتي بعد ما قطعنا الفقاس ديالنا بلاتي كننزلوه في الصينيه اللي غادي نردوه في الفران باش يتحمر من جهتين. وكنحاولوا نقطعوه بالموس يكون ماضي باش ما يجيناش الكسور. قطعوه بلاتي بحال اللي كتلاحظوا وكننزلوه في الصينيه ديالنا. ضروري خصو يتحمر من 2 الجهات. هذا هو الفقاس ديالنا بعد ما قطعناه. الصينيه الاولى راه دخلت لنا الفران كيخرج لنا كميه وفيره ما شاء الله. وبحال اللي قلت لكم المذاق والطيبه جربوها اخوتي وردوا عليا ما تندموش. وما تبخلوش علينا بلي لايك بلي كومونتير وبارطاجي مع الحباب باش تعم الفائده. كذلك شاركوا معنا تشتركوا في القناه باش تكبر القناه بكم ان شاء الله. ونتمنى من الله ان الفيديو يكون نال استحسانكم واعجابكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. هذا هو الفقاس ديالنا بعد ما طاب كيجي محمر لذيذ ما تشبعوش منه اخوتي. نتمنى من الله انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا في لي كومونتير وما تبخلوش عليا بلي لايك. تابوناو مع الحباب باش تعم الفائده ان شاء الله وباش تكبر القناه ديالنا ان شاء الله بكم.